السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا أحلى وأغلى أخوات ومتابعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير وبيوتكم دايمًا تكون مليانة بالخير. بُصّوا بقى يا حبايب قلبي، لو فاكرين إن تربية الفراخ البيضا صعبة أو محتاجة مصاريف ومحتاجة أدوية كتير، يبقى الفيديو ده شوفوه لإنه هيغيّر فكرتكم تمامًا عن تربية الفراخ البيضا. النهارده هاحط في إيديكم الخلاصة، الجدول الشامل اللي بامشي عليه من عمر يوم لحد الدبح، أو لو أنتم كمان هتبيعوا يبقى للمكسب وللوزن العالي إن شاء الله. وإن شاء الله بإذن الله فيديو النهارده هيكون من غير أي أدوية، لا أدوية بشرية لعلاج البط والفراخ ولا كمان أدوية بيطرية، هيكون كله بالأعشاب اللي موجودة عندنا في البيت. هتديكم إن شاء الله أوزان خيالية وهيبقى يكون فيها إن شاء الله توفير وطعم كمان طبعًا فوق الرائع. يعني خلّيكم بُصّوا الفيديو النهارده ده هيخلّيكم أساتذة وأحسن ناس إن شاء الله في تربية الفراخ البيضا، أنتم كده يعني أحسن ناس وأحسن متابعين. شوفوا بقى بُصّوا الكتاكيت بتاعتي دي النهارده هي عمرها 5 أيام، بُصّوا ما شاء الله حيويتهم وبُصّوا يعني حجمهم كده عامل إزاي. أنا بقى النهارده هادّيكم السر اللي بامشي عليه في كل دوراتي اللي بيجيب وزن خيالي. أنا باخلّي يا جماعة موضوع الأدوية ده آخر حاجة، لكن في الأساس أنا باشتغل كله بالأعشاب، أنا باحب بصراحة شغل الأعشاب. خاصةً كمان يعني لمّا تكون حاجة للبيت وتكون حاجة تربية قليلة، خلاص؟ لكن لمّا نحتاج تدخُّل أو يكون في مرض مش هينفع إن إحنا يعني نستخدم أعشاب، يبقى بنضطر إن إحنا نجيب علاج، عشان برضه تكونوا فاهمين وأكون صادقة معاكم للآخر، خلاص؟ خليكم بقى معايا لآخر الفيديو. أول حاجة يا جماعة وقبل ما نبتدي طبعًا نذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وكمان نصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أول حاجة بقى يا أغلى أخوات، النجاح بيبدأ من قبل ما الكتكوت يوصل البيت. يعني إيه؟ المكان لازم يكون مكان متطهّر ويكون مكان نضيف لو إحنا عندنا دورة من قبلها، لو أنتم بتربوا ببطارية زي حالتي كده، أنا على فكرة بعد ما لمّا باذبح لازم باطهّر، باغسل البطارية دي كويس جدًا بمَيّة وصابون، وبعد كده باحط فينيك وممكن كمان أحط كلور واسيبها كده شوية وتتهوى وتبقى زي الفل. لو أنتم في أوضة نفس الحكاية، وكمان بنرش بقى كمان جير مطفي، لإن الجير المطفي بيمنع الريحة، بيمتص الرطوبة، وكمان يعتبر برضه مطهّر. خلاص يبقى المكان يكون متطهّر، نرُش الجير المطفي بتاعنا، لإن طبعًا يعني في كتير أوي منكم معظمكم بيربّوا في الأرض، فهنرُش الجير المطفي. لو بنربّي أرضي يبقى هنحط الفرشة بتاعتنا نشارة أو تبن ما تقلّش يا جماعة عن 7 سنتي، علشان رطوبة الأرض وعلشان السقعة اللي بتيجي من الأرض. لو أنتم في بطارية يبقى زي حالاتي كده زي ما أنتم شايفين، نكون مدفّيين المكان من قبل ما ييجوا، أهم حاجة التدفئة. لو الكتكوت سِقع منكم من أول يوم كده، انسوا إنه يشيل لحم بعدين. الحرارة لازم تكون 34 وزي ما قُلت لكم كده من قبل وصول الكتاكيت. أول بقى ما الكتاكيت بتاعتنا بتوصل بنستقبلها على إيه، بنستقبلها على محلول معالجة الجفاف أو معلقة عسل أسود لمدة 8 ساعات أو الاتنين. إزاي؟ أنا هاقول لكم أنا عملت إيه مع الكتاكيت دي وامشوا بقى معايا وكمّلوا معايا بقى باقي الدورة. بُصّوا يا جماعة، أول حاجة جِبتهم استقبلت على كيس محلول معالجة الجفاف، حطيته على لتر المَيّة وحطيته قدّامهم 8 ساعات. بعد كده شِلت المَيّة دي وحطيت لهم معلقة عسل أسود في لتر المَيّة برضه وخلّيته قدّامهم برضه كمان 8 ساعات. ليه كمان عسل أسود؟ علشان ده برضه مليان فيتامينات. العسل الأسود ومحلول معالجة الجفاف، الحاجات دي بتدّيهم طاقة، بتخلّيهم يقوموا كده يجروا على الأكل، وإحنا عايزينهم على طول من أول يوم يقوموا كده يجروا على الأكل، لإن هم أساسًا بيبقوا كسلانين. فراخ البيض أصلًا بطبعها كده فيها الكسل. فإحنا عايزين ندّيهم طاقة يقوموا يجروا كده على الأكل. خلّصنا كده أول يوم، نكمّل بقى معانا تاني يوم، من تاني يوم وتالت يوم ورابع يوم، يعني ال3 أيام اللي بعد أول يوم بنستخدم مضاد حيوي معوي وتنفُّسي. هتقولوا لي طب ما ده دوا، هاقول لكم ما هو ده بقى لازم. ده بنجيبه كده بيطري بنستخدمهم الاتنين مع بعض لمدة 12 ساعة. ده ليه بقى؟ عشان لو في أمراض من الأم، لإن بُص 90% إذا ما كانش 100% بيبقوا جايين أساسًا إيه فيهم يعني أمراض من الأم من البيضة أو من المعمل أو أثناء النقل أو إحنا حاطينهم في كرتونة وجايبينهم خدوا شوية برد. فعلشان نرجّع الفرخة سليمة زيرو أمراض ونقضي على كل الكلام ده، بنحط مضاد حيوي معوي وتنفُّسي بنشتريه من المكان اللي إحنا بنجيب منه الكتاكيت، سواء محل، سواء صيدلية بيطرية، من أي حد، كلّهم بيبيعوا نفس الإيه، التحصين، هُم بيسموه تحصين. خلاص؟ هنحط كده 3 أيام. عشان كده باقول لكم هنرجّعهم زيرو أمراض، يعني ما فيهمش أي أمراض خالص ويبقوا الكتكوت معانا كده نشيط وزي الفل. بعد كده عايزين بقى تحطّوا فيتامينات، شوية أملاح معدنية ماشي، لكن أنا باقول لكم أنا باعمل إيه، أنا خلاص باوقّف لحد كده وبعد كده باقضّي بقى كُلّه بالأعشاب. وبعد كده بيبقى كُلّه حاجات طبيعية. بس زي ما باقول لكم لحد أول أسبوع عايزين تحطّوا فيتامين أ، د، ت أهي، أملاح معدنية ماشي، عشان برضه ده برضه يعني الفيتامينات بتبقى حاجة كويسة جدًا للفرخ، بيفتح نِفْسه على الأكل وفي نفس الوقت بتقوّي من جسم الفرخ. من اليوم السابع بقى يا جماعة نبتدي بقى نعمل مَلِك الخلطات. ليه؟ عايزين بقى ندّيهم بقى مناعة، عايزين نبتدي نفتح شهيتهم، عايزين نخلّيهم ياكلوا كتير عشان نزوّد الوزن.
فملك الخلطات بالنسبة لي هي خلطة البصل، اللي هو بصل على توم على ليمون على خل، بنفرمهم كويس أوي، نضربهم في الخلاط أو الكبة ونصفّي، نحط المَيّة بتاعتهم على مَيّة الشرب، والتفل بيتقلّب على العلف. دي خلطة جبارة، رافع مناعة، فاتح شهية، زي الفل. أقول لكم بقى كمان على السر اللي هيخلّي الفراخ تاكلها وتستفاد. بُصّوا بقى يا أغلى أخوات، جوّعوا وعطّشوا يا جماعة قبل ما تحطّوا أي حاجة فيها خلطات، أو أي حاجة إحنا عايزين الطير يستفاد منها، خلاص؟ فأنتم قبل ما تحطّوها جوّعوا مثلًا وعطّشوا إيه ساعة، 2 هيخلّصوها كلّها لمّا تحطّوها، وبكده إحنا لو استخدمنا بقى كده خلطة البصل، إحنا كده بدأنا نرفع المناعة. وعايزة أقول لكم كمان على سِر تاني بقى يا أغلى أخوات، بيوقّع نُص المربيين. عارفين إيه هي بقى التهوية؟ في ناس طبعًا من خوفها على الفراخ، خاصةً بقى إن إحنا إيه، في الشتا وفي البرد، فبيروحوا مكتّمين بقى، مكتّمين المكان عليهم خالص. أهي الكتمة دي بقى وحشة جدًا، ليه؟ ترفع بقى ريحة الأمونيا، تحرق عين الفراخ، تلاقي كده عينيها حمرا، عينيها بتدمّع، تجيب لهم عطسة. يعني عايزة أقول لكم بُصّي إحنا مكتّمين أهو، ومع ذلك هتجيب عطسة. تيجي تفتحوا مثلًا عشان تحطّوا أكل والّا تحطّوا مَيّة والّا كده، الكتمة دي مع ريحة الأمونيا بتعمل لهم عطسة، تلاقيهم عطسوا على طول وأنتم مش عارفين هُم بيرضوا من إيه والّا بيعطسوا من إيه. ده من الكتمة وعدم التهوية، تلاقي عينيهم دمّعت وعينيهم احمرِّت وبدأت إيه، تقفل شوية. وبرضه ده طبعًا يوقّف لكم الوزن على طول. يبقى نعمل إيه، نفتح كده فتحة تهوية كده صغيّرة من بعيد، يعني ما تبقاش بعيدة أوي خالص عن أي تيار هوا مباشر، ما فيش تيار هوا خالص مباشر عليهم، عشان برضه دي حاجة مهمة جدًا، عشان نجدد الأكسجين، لإن النَفَس ده يا جماعة هو اللي بيكبّر الفرخ. خلاص، نيجي بقى من اليوم التامن لليوم ال14، إحنا هنا بقى بنبتدي إيه، نلعب بقى على الوزن. دي بقى مرحلة الفوران. فاهمين إزاي؟ مرحلة الوزن، الفرخة بقى بتبتدي وزنها بقى يزيد وتبتدي كده تفور، فنبتدي بقى نستخدم بقى إيه، الحاجات اللي بتزوّد الوزن. زي إيه بقى، باقول لكم بقى أنا باحطها مثلًا، أنا باكلمكم بقى عن تجربتي أنا واللي أنا باعمله. الحلبة مثلًا، الحلبة دي بتفتح عضم الفرخة كده وبتخلّيه يشيل لحم كده بسرعة، فاهمين؟ نغلي بقى كده لتر مَيّة، نحط عليه مثلًا معلقة أو 2 من الحلبة، ولمّا المَيّة تغلي نقفل عليها ونحط الحلبة ونغطّيها. لمّا تهدى خالص وتبرد، ناخد بقى 15 سنتي على لتر المَيّة، واللي يتبقى مش هنرميه، إحنا ما بنرميش حاجة، بنحطها في التلاجة وبنستخدمها بعدين. الحَب بتاعها ده بنرُش منه شوية كده على العلف ونقلّبه مع العلف، بياكلوها. الحلبة ممتازة لزيادة الوزن. في كمان حاجة تانية باستخدمها برضه، ودي طبعًا دي معروفة جدًا، جدًا في زيادة الوزن، وهي الخميرة، لإنها كمان بتزوّد البكتيريا النافعة، وبتقتل البكتيريا الضارة اللي في الأمعاء بتاعتهم، وبتزوّد الوزن بشكل رهيب. بس أهم حاجة، أهم حاجة قبل استخدام الخميرة، بُصّي النصيحة أنا بأكد عليها أهو، عشان ما تقولوش ما قُلتش. أهم حاجة في استخدام الخميرة يا جماعة، عشان بس ما ابقاش زي الناس اللي بتقول لكم الحاجة وخلاص. أهم حاجة في استخدام الخميرة ما يبقاش في إسهال، لو في إسهال اوعوا تستخدموا الخميرة. دي نصيحة، نعالج الإسهال الأول وبعد كده نستخدم الخميرة. ولمّا تستخدموا الخميرة هتلاحظوا إن البراز بتاعهم بقى والفضلات بقت سايلة شوية كده، ما تقلقوش، ده ناتج عن استخدام الخميرة. خلاص؟ نستخدم بقى الخميرة. الخميرة بنستخدمها إزاي؟ على العلف أو على المَيّة، بس أنا شخصيًا كسمسمة بارُشّها على العلف الناعم. طول ما هُم بياكلوا بعلف ناعم بارُشّها مع العلف الناعم وبياكلوها لحد آخر حاجة، باسيب العلافة قدّامهم يخلّصوها لحد الآخر. خلاص؟ لكن لمّا يكبروا شوية، علشان طبعًا هي يعني لإن باستخدم الخميرة الجافة، فباحطها في المَيّة. فالخميرة ممتازة جدًا، جدًا بتزوّد الوزن. وكمان باحط خلطة البصل برضه بافضل أستخدمها مثلًا يومين في الأسبوع والّا حاجة، عشان دي بترفع الوزن، وزي ما قُلت لكم بتفتح الشهية وبمناعة رهيبة. يعني التوم والبصل والليمون معروفين بالمناعة خاصةً في السقعة اللي إحنا فيها دي، وبتدّيهم كمان دفى. كمان يا أخواتي ممكن نستخدم إيه كمان، باحط البانش اللي أنا عملت لكم بيه فيديو قبل كده وقُلت لكم النتيجة وشُفتوا الميزان في 30 يوم بس كان إيه. خشوا كده على الفيديو ده واعرفوا كده الميزان ناتج عن استخدام البانش ده كان عامل إزاي. دي فيتامينات وفتح شهية وزي الفل بصراحة البانش ده. تعالوا بقى نيجي كده على اليوم إيه، ال13 و14 و15، ده المفروض بيحصّنوا بقى في المزارع الكبيرة، بيحصّنوا كوكسيديا وكوليستريديا، عشان ده اللي بيجيب لهم الإسهال الأحمر والبني وبيوقّف الوزن وبيبهدل الأمعاء وممكن الطير كمان يموت. طب إحنا هنا هنستخدم إيه، عشان إحنا هنا مش هنستخدم أدوية، إحنا ماشيين بالأعشاب. فإحنا بن ب يعني بندّيهم بقى ده كوقاية إيه، هو الشيح. الشيح هو الملك تنظيف الأمعاء، ممتاز، بينضّف الأمعاء وبيخلّي الفرخة تزحف في العلف أكتر. وده بقى زي ما قُلت لكم كده بديل تحصين الكوكسيديا والكوليسترول. برضه بنغلي المَيّة ونحط الشيح ونغطّيه وناخد 10 سنتي على المَيّة وتاخدموه 3 أيام ورا بعض، 13 و14 و15، تسيبوه قدّامهم كده 8 ساعات، 12 ساعة، ما فيش مشكلة خالص، لإن هُم برضه بيبقوا لسه برضه يعني مش كبار أوي، فمش بيشربوا يعني كتير أوي منها. نسيت كمان أقول لكم إن أنا باستخدم الكركم على العلف، ده أساسي عندي الكركم ده، في كل كيلو علف باحط معلقة صغيرة.
ده رافع مناعة. بُصّوا صيدلية لوحده الكركم ده هنتكلم على كل الخلطات دي بالتفصيل، لكن أنا عايزة أدّيكم دليل كده شامل وأدّيكم يعني زي برنامج كده للأعشاب عامةً، أنا باعمل إيه معاهم طول الدورة عشان ما تقلقوش خالص من تربية الفراخ البيضا. خلاص باحط الكركم معلقة صغيرة، أنا باحط كركم وحبة البركة والسمسم عشان السمسم كلّه كالسيوم، باحطه من أول يوم معلقة صغيرة من كل حاجة على كيلو العلف وباقلّبه، أنا ما عنديش فيها مشكلة خالص لحد أمّا بيخلّصوا العلف الناعم، وأنا باحط الأعشاب دي اللي هي الكركم وحبة البركة والسمسم على العلف، ممتاز جدًا، جدًا. طيب تيجي بقى تقولي لي يا سمسمة طب إحنا لو لقينا مثلًا إسهال نعمل إيه؟ بُصّوا يا جماعة الإسهالات طبعًا كتيرة أوي. في إسهال أبيض يبقى ده كلى، هننزل بمغلي البقدونس، إسهال أحمر يبقى نغلي شيح، إسهال بني هنغلي شاي تقيل كده ونعصر عليه ليمون، كل الحاجات دي بعد ما بنغليها بنروح مزوّدينها على المَيّة، ما بنحطهاش كده لوحدها سِك لأ، يعني بنزوّدها على المَيّة، نعصر عليه ليمون. إسهال أخضر ده ممكن يكون برد، ممكن يكون سموم، آمم، لو مثلًا سموم هنحط خل في المَيّة، إحنا كده كل فترة كل يوم كل مرتين كده في الأسبوع والّا حاجة نحط خل في المَيّة علشان لو في سموم والّا حاجة في العلف تروح. وفي بقى سؤال جالي كتير، يا سمسمة أغيّر العلف إمتى؟ قبل ما أجاوبكم يا حبايب قلبي ما ننساش ننزل على اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس للكل وكمان تعملوا شير عشان غيرنا يستفيد. بُصّوا بقى إحنا بنبدأ الأول بعلف بادي اللي هو 23% ده بروتين عالي عشان يبني الجسم، أول ما الفرخة توصل لوزن 550 جرام أو 600 جرام يعني تبقى فوق النُص كيلو، نبتدي نقلب فورًا على النامي 21% ليه؟ لإن الفرخة في العمر ده بتبقى محتاجة لحم، يعني محتاجة إنها تكوّن لحم، مش محتاجة بقى إنها تعمل نمو، فمش محتاجة يعني البروتين العالي، ماشي؟ تغيير العلف ده لمّا بييجي في وقته بيخلّي الفرخة ما تريّشش، ما تعملش ريش كتير كده على حساب اللحم، يعني ما نأخّرش حتّة تغيير العلف دي، بس تيجي في وقتها، يعني برضه ما نبقاش إيه، زي ما قُلت لكم كده أهم حاجة الوقت المناسب، يعني لا إحنا هنخلّيهم صغيّرين ونغيّر في ونغيّر العلف لإن هُم بيبقوا محتاجين لسه النمو، ولا إن إحنا هنستنى عليهم يكبروا فوزنهم يبقى بطيء في أثناء النمو، لأ، إحنا هنيجي كده على 600 جرام لمّا نوزنهم ونغيّر، ده بيكون عادةً يعني على عُمر 18 يوم. يعني 18، 17 يعني هو في الحدود دي كده، أنتم وزنوا وشوفوا بقى الميزان طلع قد إيه. طبعًا برضه أثناء تغيير العلف ما ننساش لازم مضاد سموم، نحط بقى خل في المَيّة بما إننا شغالين بالأعشاب، نحط خل في المَيّة 3 أيام بتوع تغيير العلف، 10 سنتي كده على المَيّة ما ننساش الموضوع ده لإن ده مهم جدًا. طيب لا قدّر الله جالهم برد، جالهم عطس، نغلي ورق جوافة ونغلي نعناع ونحط لهم زعتر كمان. على المَيّة، يعني كل ده مغلي كده على المَيّة ونحطه لهم على المَيّة، كده إحنا تقريبًا كده يا جماعة وصلنا بقى لليوم ال20 بعد تغيير العلف وكل الخلطات اللي إحنا استخدمناها دي، من اليوم ال20 بقى يا جماعة نبتدي بقى نشتغل كله خلطات بقى رفع أوزان. بُصّوا أنا عايزة أقول لكم على حاجة، إن في فراخ بتيجي تحوّل من عُمر ال25 يوم علشان بس إيه، ما تبقوش قلقانين يعني على الفراخ بتاعتكم وتقولوا مثلًا وزنها قليل، في فراخ هي تحويلها بيبتدي من بعد اليوم ال25، فإحنا عندنا بقى من اليوم ال20 واليوم ال25 لحد اليوم بقى ال35 أو ال30 لو إحنا هنبقى عُمر شهر بس زي الدورة اللي فاتت اللي أنا ذابحاها ما شاء الله أوزان خرافية، خشوا بس على الفيديو كده وشوفوا، يعني بالنسبة لي كانت عُمر شهر الفراخ دي كانت جايبة وزن حلو جدًا ومعدية ال2 كيلو. فبقى الفترة دي هنبتدي بقى نستخدم فيها كل خلطات رفع الأوزان، زي الحلبة المغلية، زي البانش مثلًا لو هُم مش بياكلوا كويس يعني وشهيتهم مقفولة، خلطة البصل ما تتقطعش معانا، العسل الأسود نحطها، الخميرة، وفي خلطات تانية كتيرة رفع الوزن يا جماعة أعمل لكم بقى بيها فيديوهات كده مفصلة عشان أقول لكم كده الجرعات بالضبط والحاجة بالضبط إيه ونحطها إمتى، يعني إن شاء الله بإذن الله هاعمل لكم فيديو تفصيلي فيه كل حاجة عن خلطات رفع الوزن. أنا كده حطيت بين إيديكم الدليل الكامل للتربية بالأعشاب، احفظوا بقى الفيديو عندكم لو استفدتوا ما تنسوش اللايك والاشتراك، اكتبوا لي في التعليقات أي سؤال وأنا هارُد عليكم، استنوا الفيديو الجاي عشان الفيديو الجاي فيه مفاجأة كبيرة جدًا، جدًا هتعجبكم. أشوفكم على خير إن شاء الله، دمتم بخير يا أغلى وأحلى أخوات ومتابعين، وبيوتكم يا رب دايمًا كده تكون عامرة ومليانة بالخير.